عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. اعرفكم بنفسي، معكم غادة صلاح. بحب المطبخ وبحب الطبخ. ان شاء الله كل يوم هنتعلم مع بعض وصفة جديدة. مش هقولك مكوناتها في كل بيت، بس ان شاء الله باذن الله تكون مكوناتها موجودة عندك. متنسيش تعملي اشتراك للقناة لو لسه مشتركتيش، وتفعلي زر الجرس، وكمان تعملي لايك للفيديو وكومنت جميل كده عشان احبك. يلا بينا هنعمل سمك. بسم الله. وهنا معايا بصلة، ومعايا واحدة طماطم واحدة، وواحدة قرن فلفل، وكمان ليمونة. هحتاج معلقة كده صغيرة توم مفروم، شبت وكزبرة. انا هعمل النهاردة ان شاء الله سمكة بلطي. هعملها زيت وليمون واحطها في الفرن. وكمان معايا فلفل اسود وملح وكمون، بس فقط لا غير. اول حاجة هقول بسم الله، وهنشف السمكة كويس جدا من المية كمان من جوه. انا طبعا غسلها كويس، وكمان رشلها ملح، وعصرت عليها ليمونه، وكمان وخليتها حبه في الملح والليمون، وبعدين شطفتها تاني. هجيب السكينه بتاعتي وهفتحها كده 3 فتحات عليه، عشان السمكه كبيره شويه وعايزه التتبيله توصل للحم جوه كده. وعلى الناحيه التانية برضو. بسم الله. كده تمام. نبدأ بقى نتبل السمكة بتاعتنا. هنتبلها ازاي؟ اول حاجة هنعصر ليمون عليها وجواها قبل التتبيلة. ليه قبل التتبيلة؟ علشان الليمون ما ياخدش التتبيلة والتتبيلة تنزل مع الليمون. وهدعكها كده كويس من جوه. عايزة الليمون يتغلغل فيها في كل حتة فيها. الليمون السمك يعني ليمون وكمون زي ما بيقولوا كده. كده كويس جدا. نتبل بقى ملح وكمون وفلفل اسود زي ما قلت. يا دوب ملح وكمون فقط لا غير. ليه؟ علشان طعم السمكة يبان. السمك من الحاجات الحساسة اللي هي عايزة الطعم يظهر. هنا بقى الثوم مع شبت وكزبرة خضرة، وادعكها بقى، ادعكها كويس جدا بقى، ومن جوه ومن بره. عايزين ريحة السمك النهاردة تملى الشارع مش العمارة بس. كده تمام جدا، كده حلو قوي. كده السمكة بتاعتنا اتبلت. هنحطها بقى على جنب. واول حاجة هنقطع البصل دواير او جوليان، تقطعيه برضو يعني صغير شوية كده، مربعات براحتك. بس انا ادي سمك البصل اللي انا محتاجاه. ويلا بينا نقطع الفلفل برضو بنفس الطريقة دواير كده. وادي الفلفلة برضو اتقطعت، وادي السمك بتاعها. كده كده الفلفل يعني مش هياخد سوا. اخر حاجة معانا الطماطم، هقطعها برضو شرايح. ادي الليمونة اتقطعت برضو شرايح. هنجيب بقى الطاجن بتاعنا وهنزل بالبصل. هحاول كده افرغه من بعض. تقدر تستغني عن كل الارضيه دي، بس انا حابه يكون في حاجه تحت السمكه عشان ما تلزقش. اول حاجه، وتاني حاجه علشان يبقى في حاجه تتاكل كده مع الرز يعني كده. مش هنسى طبعا رشه الملح على الفلفل والبصل والطماطم عشان يبقى حي برضو، ورشه الفلفل الاسود
ورشة الكمون. ننزل بقى بالسمكة بتاعتنا فوق الكلام الجميل ده. وهعصر بقايا الليمونة. الليمون ده كده هنا يعني نوع كده من الزينة. السمك ده اسمه زيت وليمون. وهنزل برضو على الأرضية اللي هي الخضار اللي تحت السمكة. وبس كده. وعلى الفرن. بسم الله. دي ما تتاكلش، دي نتفرج عليها بس. اللهم بارك. واخر حاجة رشة كده بقدونس، رشة شبت، كزبرة، اي حاجة كده خضرة عشان يكمل بقى اللون معانا، تكمل اللوحة معانا. ونقول بسم الله. بسم الله. وبكده نكون خلصنا وصفة النهاردة. يا ريت تجربوها، هتعجبكم جدا. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة لو لسه مشتركتوش، وكمان تعملوا لايك وكومنت جميل كده للفيديو، واشترك الفيديو عشان اصحابك وحبايبك يجربوا الوصفة ويدعولك ويدعولي.